الأخ الكريم يقول: كيف بمن يمر أمام المصلي؟ المرور بين يدي المصلي حرام، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: لأن يقف الرجل 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. يعني المرور بين يدي المصلي فيه إثم كبير جدا. المصلي لك يصلي ما تدوش قدامه. وهنا واحد التنبيه آخر: المصلي حتى هو خصو يكون ذكي، ما يجيش يصلي قدامه خاوي. دائما إلا بغيتي تصلي جي للسترة، قرب لحدا السترة. كتلقى مثلا من الغلط يجي الانسان هنا يقول الله اكبر، تيبغي يدير شي واحد هنا كيتحرج. لا، انت بغيت تصلي جي للساريه، راه السنه راه وضحت لنا كل شيء وبينت لنا كل شيء ولله الحمد. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك: الا بغيت تصلي صلي الى ستره، صلي الى ستره. ثانيا، واخا اسمع ليا، ثانيا هذيك الستره غتوقف منها بثلاثه الاذرع، متر ونص، متر ونص. بغيت نصلي ندير الساريه قدامي ونبعد منها بمتر ونص ونوقف. وملي نبغي نسجد نخلي ما بين بلاصه السجود وما بين الستره 20 حتى 25 سنتيمتر اللي هي ما مرشات. هذه هي السنه، راه وضحات لنا السنه كل شيء. ما كايناش الساريه وكاين الصف جالسين فيه الناس، جي صلي ودير قدامك شي حد، هذاك اللي جالس قدامك ديروه هو نيت الستره. هذه هي السنه في الصلاه. اما باش تجي تصلي والناس قدامك ما صحيحاش. ثانيا، الا كاع شي واحد دار هكا جا صلى ما كاين والو قدامه، تدير 2 متر وتدوز من وراها. مثلا الا هو تيصلي هنا دير واحد 2 متر ودوز، وديك الساعه راه ما غاديش يكون عندك الاثم.